حلاوتك يا جمالك خليت لي الحلوين ايه. بصوا، ده كحك بقى، كحك مسلم فاخر من الاخر. صحتين وهنا على حبايبي وعليا انا. عملت 2 كيلو، عملت وليمه بيهم. هوريهم لكم عشان ما اطولش عليكم. بصوا الصاج ده والحله دي 2 كيلو دقيق. صحتين وهنا على حبايبي وعليا انا. سموا الله وصلوا على الرسول وخشوا اتفرجوا الفيديو، مقادير تحفه. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وسعاده وهنا. كل سنه وانتم طيبين، وينعاد عليكم الايام بخير. طبعا ابتدينا بقى ايه، نعمل الكحك وبسكويت قبل ما نعمل الشقه. ننظم دنيتنا كده ونظبط الحياه عشان نقفل الكحك والبسكويت نعمل العيد، وبعد كده نخش على الشقه بقى وتروقات العيد. طبعا انا هنا هعمل كحك، هعمل 2 كيلو كحك. هحط هنا معلقتين دقيق ومعلقه خميره و3 معالق سكر مع ميه دافيه دافيه مش سخنه عشان ما تموتش الخميره، ونقلبها جامد ونغطيها ونسيبها. هنبتدي هنا، عندي 2 كيلو دقيق اهوت. طبعا انا هعمل سمنه على البارد بفككها بس. هنا زي ما انتم شايفين، هنا هعمل حاجه حلوه قوي قوي تخلي ريحه بص الاول هحط هنا معلقه ريحه كحك، وهنا معلقتين سمسم. عايزه تزودي براحتك. هنا على الدقيق، وهنا في الطاسه التيفال حاطه معلقتين سمسم زي ما انتم شايفين. هقول لكم ليه، بس اقول لكم الاول على المواد الجافه. نحط ريحه الكحك، ونحط معلقتين سمسم كبار، وكيسين فانيليا، ومعلقه بيكنج باودر. ده فين؟ على الدقيق. بيكنج باودر اهو، جايباه برطمان وهناه في التلاجة عشان وقت ما احتاج الاقي. كده حضرت حاجه الدقيق خلاص. هنا السمنه عندي الكيلو بياخد 550 سمنه. طبعا ممكن انت تعملي اكتر، يعني انا في 3 معايير بعملهم. بعمل 500 جرام، وبعمل 550، وبعمل 600. طبعا هقول لكم حاجه حاجه. هنا الاول بحط معلقتين سمنه على السمسم عشان يطلع ريحه السمسم كده تمام. حاجه حاجه عشان ما نتبرجلش من بعض. هنا بقى فضيت الدقيق هنا في حاجه واسعه. هنا هحط كام هنا بحط معلقتين سكر تاني، واحط شعره ملح. هنا يا حبايب قلبي بنعمل ايه؟ السمنه ال 500 جرام بتخلي الكحكايه اللي هي عاديه في المعقول مش ناعمه. 550 بتخلي الكحكايه ناعمه وجميله. 600 جرام بتخلي الكحكايه دايبه دوب، مش مستحمله تشيلها من هنا لهنا، عايزه تسيسيها بقى. دي صح اللي اسمها نواعم العيد. لكن خير الامور الوسط. طبعا احنا نحط 550 جرام سمنه على الكيلو دقيق. ال 2 كيلو حاطه لهم انا كام؟ كيلو 100 جرام. دي بتبقى صراحه من الاخر كحكايه جميله جدا ومخدومه جدا. طبعا حطيت ريحه الموز، ريحه الموز بتخلي حاجه فخمه، ريحتها جميله جدا. وطبعا انا عاملاها بسمنه عاديه مش بسمنه بلدي، عاملاها بسمنه عاديه. فطبعا عشان اديها ريحه حلوه، في ريحه اسمها ريحه السمنه البلدي. بتجيبها منين يا حبيبتي؟ من عند العطار. انا جربتها ولا مضره بالصحه ولا في اي حاجه. طبعا حطيتها مع السمنه وظبطت الدنيا. الكحك ما بيتعجنش، بيت بس. حطيت السمنه وافضل ابس فيه كده لحد السمنه انا عاملاها على البارد، يا دوبك فككتها بس. هنا الخميره بسم الله ما شاء الله تاكدت ان هي اتفعلت. رحت حطها على العجين وابتدي الم الكحك كده. فضيت اخر حبه في الخميره. طبعا احسن من الشراء واوفر وانضف بامانه. انت الكيلو هيتضاعف معاكي، يعمل لك 2 كيلو ونص 3، مع السمنه مع اللبن مع التوابل البهارات اللي بتحطيها، الحاجه بتاعتها يعني. تحويج الكحك، مش التوابل ولا البهارات، تحويج الكحك. فما شاء الله ممكن تعمل 2 كيلو 2 كيلو ونص، فهتزيد معاكي. بصي نفضل نعجن كده. بس اقول لك حاجه، بنحط ايه؟ 150 ملي ميه و50 لبن. ليه بقى ما نحطش لبن خالص؟ هيخليها طريه، كحكايه طريه مش ناعمه. والميه خالص هتنشفها. فطبعا ما تزوديش وتبالغي في السوائل. هي اساسها حتى لو هي حاسه ان هي مفروله معاكي، خدي قطعه عجين ودعكيها جامد في ايديكي زي ما انا بعمل كده، دلكيها. لو لسه بتشقق حطي لها حبه ميه صغيره، وما تبالغيش في الميه اهم حاجه. اتاكدي وهي متبطط كده. لو مش مشققه وانت بتنقشيها كمان المنقاش ما بينتش، بتبقى جميله جدا. يعني ايه بينتش يا مسلم؟ هتلاقي المنقاش بينتش منك العجينه كده، مش حلو. هنا طبعا انا عندي عجوه مفصصاه دي بلح. حاطه معلقه سمنه بقى هنا مطرح السمسم، برضو حاطه حبه سمسم. وهمسك العجوه اهرسها على النار. انا هحشي عجوه النهارده.
طبعا ده مش ليا انا شخصيا، ده لشغلي، فالناس طالبه عجوه، انا بالنسبه لي هعمل ملبن مفيش مشكله. هنا بقى اهرسها جامد بنعمها، وطبعا اما بتبرد كمان عندي دهون كده اسم الله عليكي، بفضل ادعك فيها ادعك فيها لما اخليها ناعمه زي الكريمه. يعني طبعا انا مش هجيب الدهون بقى وافضل اعملها قدامك. بص بقى طبعا العجينه تعمليها وتظبطيها والعجوه ترتاح. بص العجينه ارتاحت بتاع 10 ما تخمرش 10 دقايق، كنت انا بصوا كورت العجوه كده كور صغيره على قد الحشو عشان احشي على طول ما استناش، اخد القطعه اللي انا عايزاها واحشي فيها. ما تبططيش الكحكايه وتخليها رقيقه عشان الناعم ما بيخمرش قوي، ما تلاقيهاش مسفقه. خليها عاليه يبقى فيها لحم كده تعرفي تاكليها ماشي مع العجوه او الملبن، تبقى جميله جدا وتنقشي النقشه تبقى باينه في ايديكي. دوري على منقاش ابن حلال كويس، رغم ان مفيش مناقيش عدله دلوقتي، بس دوري على منقاش كويس عشان ما ينتش معاكي العجين. طبعا الصينيه ما بندهنش فيها اي ماده دهنيه، صينيه ناشفه خالص ونضيفه ولا ميه ولا ماده دهنيه. ونرص الكحكه، نعمل فرق بين الكحكه والكحكه عشان تنفع تستوي يعني، عشان ما نعملش حاجز بينهم، عشان احنا لو لزقناهم جنب بعض مش هتحمر حلو، يعني احنا عايزينها تاخد راحتها. وكمان عشان لما تخمر ما تزيدش معاكي وتلزق بعضها. ونسيت اقول لكم معلومه، 2 كيلو كحك بتحطي معلقه ممسوحه خميره، ما بتكتريش، ومعلقه بيكنج باودر. لو كترتي الخميره هتخمر منك قوي ومعالمها هتروح، النقشه مش هتبقى حلوه. معلقه خميره وسيبيها تخمر براحتها، ما تستعجليش عشان الكحك يخمر تزودي الخميره، لا، احنا عايزين الحاجه كلها تخمر براحتها وتبقى كويسه. وطبعا لو في عندك كحك هتعمليه ساده، حاولي تشكليه بمنظر غير اللي انت حاشيه بيه عشان تعرفي الساده من المحشي. مش يا حبايب قلبي؟ بص اخلص بقى كله كده نقش نقش كده واظبط. خلي بالكم انا ما بحبش اعمل اللي هي الطباعه البلاستيك دي، اما بيخمر النقشه بتروح وبيبقى شكله مش عاجبني. بصوا بقى ما شاء الله ما شاء الله. بصوا ال2 كيلو مشيوا قد ايه ووصلوا قد ايه، عدوا معايا صواني كتيره ما شاء الله. اللهم بارك اللهم بارك. الصينيه ديت مش هسوي فيها يا ولاد، لما تخلص الصاجه او الصينيه هنقل فيها. بصوا اللهم بارك بسم الله ما شاء الله الله اكبر. 2 كيلو حاجه كده ارحم من الشراء. انت الكيلو بيجي على قد صينيه واحده، الكيلو بتجيبيه من الجاهز مش حلو خالص. بصوا اللهم بارك سوى ازاي، محمر بقى فوق وتحت كده زي الفل، وناعمه جميله، وشفتوا العجوه جواها طريه زي الفل ما فيهاش الهوا. بصوا يا حبايبي الحشوه جميله جدا، معلش الصوت ممكن يكون اتغير عشان الاذان العشاء اتدن وانا بمنتج فالصوت راح. بص حبايب قلبي 2 كيلو مالوا الدنيا خير وبركه ما شاء الله. اللهم بارك، هتدي حبايبك وتاكلي وتشبعي وتشبعي عيالك. وطبعا احنا بنفرق كده على حبايبنا. يلا اسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تحرمش منكم حبايب قلبي ابدا.